خليني أبدأ معاك بسؤال بسيط قوي. لو حد سألك دلوقتي، أنت شايف نفسك إزاي؟ غالباً هتقول: أنا كسول، أنا مش منظم، أنا مدخن، أنا تخين، أنا مش بعرف أكمل حاجة للآخر. طيب، استنى، أنت حكمت على نفسك كده إزاي؟ غالباً هتقول: مش عارف، هو كده وخلاص. بس الحقيقة إنك ما اتولدتش بالحكم ده، أنت اللي بنيته واحدة واحدة من غير ما تحس. خليني أقولك الحقيقة من أولها، العادات هي اللي بتكون شخصيتك، مش شخصيتك اللي جات الأول. لأ، تصرفاتك اتكررت، بقت عادات، والعادات دي بقت هويتك، وبقت الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك. يعني إيه؟ يعني أنت مش كسول، أنت بتعمل تصرفات كسل بشكل متكرر، فبقت عادة، فبقت شخصيتك. طيب، ليه بقى تغيير العادات صعب كده؟ ليه سهل نكمل في العادات الوحشة وصعب قوي نثبت على العادات الحلوة؟ السبب الحقيقي مش ضعف إرادة ولا كسل. السبب إن أغلبنا بيحاول يغير من المكان الغلط وبالطريقة الغلط. أي تغيير في حياتك بيحصل على 3 مستويات. أول مستوى النتيجة، زي إنك تخس أو تنجح أو تظبط حياتك. تاني مستوى العادات، يعني بتاكل إيه، بتتحرك قد إيه، بتنظم وقتك ولا لأ. تالت مستوى وهو الأعمق والأهم، شخصيتك، أنت شايف نفسك مين ومصدق إيه عن نفسك. النتيجة هي اللي بتوصل لها، العادات هي اللي بتعملها، لكن الشخصية هي اللي سايقة كله. المشكلة بقى إن أغلب الناس بتبدأ من النتيجة، يقول: أنا عايز أخس، أنا عايز أنجح، أنا عايز أبقى أحسن، ويبدأ يعمل شوية حاجات من غير ما يغير نظرته لنفسه. يعني إيه؟ يعني شخص شايف نفسه مدخن، يحاول يبطل بس من جواه لسه مصدق إنه مدخن. وشخص شايف نفسه كسول، يحاول يلتزم بس من جواه حاسس إن ده مش شبهه، وعشان كده التغيير ما بيكملش. خليني أديك مثال مهم قوي. في واحدة صاحبتي خست أكتر من 100 رتل، بس الغريب إنها ما عملتش دايت قاسي ولا تحدي مؤقت ولا حرمان. هي كانت بتسأل نفسها سؤال واحد بس طول اليوم: الشخص الصحي كان هيعمل إيه دلوقتي؟ وخلت السؤال ده يمشيها في كل تصرف. الشخص الصحي كان هيمشي شوية ولا يركب تاكسي؟ الشخص الصحي كان هيطلب شطيرة ولا طبق سلطة؟ الشخص الصحي كان هيكمل أكل ولا يقف لما يشبع؟ ومع الوقت لاحظت حاجة مهمة قوي: لما تتصرف زي الشخص الصحي لفترة طويلة، في الآخر هتبقى فعلا الشخص ده. وهي كانت عندها حق. وده بيوصلنا لفكرة مهمة جدا: العادات المبنية على الشخصية. يعني بدل ما أقول أنا بحاول أخس، أقول أنا شخص صحي. بدل ما أقول أنا بحاول أتمرن، أقول أنا شخص بيهتم بجسمه. وهنا نخش على دايرة مهمة قوي: عاداتك بتكون شخصيتك، وشخصيتك بتقوي عاداتك. دايرة رايحة جاية بتلف على نفسها. كل تصرف بتعمله هو دليل بتقدمه لنفسك عن أنت مين. كل مرة تكتب، أنت بتقول لنفسك أنا شخص بيكتب. كل مرة تتمرن، أنت بتقول أنا شخص رياضي. كل مرة تأجل، أنت بتقول أنا شخص بيسوف. ومع الوقت الأدلة دي بتتراكم وتبقى قصة بتحكيها لنفسك. وأخطر حاجة إنك تصدق القصة من غير ما تناقشها: أنا مش شاطر، أنا مش بعرف، أنا كده، مش هتغير. ولما تصدق ده، أي حاجة عكسه تحس إنها مش شبهك. بس الخبر الحلو إن التغيير ما بيحتاجش انقلاب كبير. كل تصرف صغير هو صوت بتديه للشخص اللي عايز تبقى عليه. مش لازم تبقى مثالي ولا تعمل كل حاجة صح. زي أي انتخابات، مش محتاج تكسب كل الأصوات، محتاج تكسب الأغلبية بس. يعني لو معظم تصرفاتك في صالح الشخصية الجديدة، مع الوقت هي اللي هتكسب. العملية بسيطة قوي، من خطوتين. أولاً، حدد أنت عايز تبقى مين، مش عايز إيه، لكن تبقى مين. وبعدين ابدأ اثبت ده لنفسك بحاجات صغيرة تتكرر. وفي الآخر، خليني أقولك الحقيقة دي: العادات مش بس علشان تخليك تنجح ولا تخس ولا تحقق هدف. العادات علشان تغير نظرتك لنفسك، علشان تبقى الشخص اللي انت عايز تبقى عليه. انت مش محتاج تغير نفسك فجأة، انت محتاج تغير اللي بتعمله كل يوم. عشان في الآخر انت بتبقى
نسخة من عاداتك.